مش عيب ان احنا نقول ان احنا يمنيين، هذا لا يتنافى مع الدين. فقالها اليمني امام النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، انا يمني ما في ولا اي حاجه، بما يعرف الهندي انه هندي. ولكن في الهند انتم تعرفون اكثر المسلمين موجودين في العالم فين؟ في الهند اول دوله، والثانيه دوله باكستان، ثم بنغلاديش، ثم والثانيه اندونيسيا، ثم باكستان، ثم بنغلاديش، ثم الى ان تصل تركيا، يعني رقم 6. ومع ذلك ما يميز الهندي مش الديانه ده، عندهم 600 ديانه، وعندهم فلان من اللغات، ما يميزه هي قوميته، الجغرافيا الذي بيعيش فيها هندي، وأرضهم ربما لن تكون مثل أرضنا، لقد كان لسبأ لنا مش لحد. لذلك كنا في هذا شاءها الله ويأبى من أبى آية عظمى وأعلى نسبا، هبة الله التي أكرمها بجمال المصطفين النجباء، شطرها الإبداع ولا وجهه، وانحنى بين يديها وكبا، وأقام الحسن في محرابها خاشعا يتلو أحاديث الصبا، وإليها حج أرباب الهوى وتغنوا في هواها طلبا، إنما يا ويح شعري خاب من جاءها يبغي إليها سببا، جل من أودع فيها سره واصطفى فيها بنيها واجتبى، خص أهلا للسماء من خلقه واصطفى للجنتين العربا، شاءها مهدا لقحطان ومن يسأل المولى لماذا وهبا، فاسلبوا أهل السماوات السماء إن أردتم سلب جنات سبا، هكذا كانت بلادي قدرا لمعالينا وأما وأبا، لم تكن إلا لقد كان لنا لا ملاذا للغزاة الغرباء. هذه بالنسبة للكينونة اليمانية من نحن. لا يزايد علينا أحد بأنه ينتسب إلى النبي أو أنه ابن بنت النبي، مع أننا وقلت كثير في قصائدي عن هذا، نحن اليمنيين أبناء من؟ أبناء الأنبياء. يعني تستطيع تقول أتفه يمني هو حفيد نبي، صح، ولكن هم حتى إن قالوا أنهم ينتسبوا إلى بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم ينتسبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لم ينتسبوا إلى الكفر، لأنه ابن البنت عمره ما يكون من يحمل نسب العائلة. ولذلك في القرآن الكريم قال الله إنا أرسلنا نوحا إلى ولوطا وقومه، وهود وقومه، وشعيب إلى قومه، وعيسى بن مريم إلى بني إسرائيل. إذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل لم يقل يا قوم ولا لا قوم أبدا، لم يذكر قوم في القرآن الكريم، وهو الفاصل بيننا، إلا في آية واحدة تخص عيسى بن مريم، قال وأتت به لم يقل قومه، قوم أمه، لأنه ابنك. أيوة، فلذلك مستحيل أنه يكون ابن البنت من القوم، فهم مهما كانوا حتى وإن كانوا أبناء النبي، حتى وإن كانوا أبناء النبي فلا يتفضلوا علينا، أما ومش أبناء النبي. ولذلك قلت أنا في قصيدة يعني بالمناسبة، قلت زرعت ما أشتهي في خدها قبلا، فمن سواي سيجني التين والعنبا، وفي لماها سكبت الخمر من شفتي، فمن سيلتم فاها لو به سكبا، إذا السماء أرادتني لها ملكا، من سينزع مني التاج واللقبا، أما ترى في لقد كان التي نزلت في الجنتين قضت في حكمها لسبا، لا كائن كان صهرا أو حفيد نبي أو ادعى الفضل فيما قال والنسب حتى ولو صادقا، أما وقد طحضت دعواه في الوحي، ما كان النبي أبا هذه البلاد سوانا، لا ترى ملكا ولا تقر بحكم الزمرة الغرباء. من أنت من أنت من أنت من أنت يا من جئتها وجلا مطاردا خائفا حيران مضطربا، ما استقبلتك نبيا لا ولا ملكا يحثو على أهلها الألماس والذهب، أتيت مستجديا فضلا تمد يدا لله يا قوم من أعطى ومن وهب، أيبتغي باصد كفيه أمس بأن نقبل الكف هذا اليوم والركبا، كلا فأن ذرا آوتك من فزع تأبى بقاءك محتلا ومغتصبا. مهما كان نحن أبناء هود وأبناء صالح أبناء الأنبياء، لا نتفضل على أحد ولا ندعي لنا فضل، ولكن ليس لأحد فضل علينا على الإطلاق، لا بدين ولا بغيره، ولا يستطيع